عمرو دياب الهضبة. عمرو دياب الهضبة. يعني الناس كلها، ناس كتير بتحب عمرو دياب وبيقولوا عليه الهضبة ونمبر وان ومش عارف ايه وبتاع. انا بصراحة بشوف ان اغانيه كلها رتم واحد، وكان له كام اغنية في الاول حلوين، بعد كده يعني ايه، رتمها واحد وما فيهاش، يعني فيها تجديد شوية بس، يعني مش اللي هو يشدني كطرب يعني. يعني عمرو دياب مثلا محبوب قوي وسط طبعا الفيميل اودينس والفانز، البنات اكتر وكده، كيوت وهانسم ومش عارف ايه انا بصراحة يعني فنه ما بيعجبنيش قوي. المهم مش ده موضوعنا. موضوعنا ان الراجل بقاله اكتر من 40 سنة بيغني. عدينا له اعلانات البيبسي الايام اللي فاتت دي، وقلنا عنده عقود ولازم يحترم عقوده ومش عارف ايه، وبيبقى فيه غرامات، وبلاش مش مشكلة المقاطعة يا عم عمرو دياب، مع انك في 40 سنة غنى ما سمعناكش بتقول كلمة واحدة عن فلسطين مناصرة ليها او اي قضية عربية تانية. او يمكن انت شايف انك مغني وليك في الطرب والغنى والحفلات والافراح، وملكش يعني ايه، يعني حس سياسي، او ملكش رأي سياسي معين، او مش عايز تتدخل في السياسة، وده شيء ايه، نحترمه. رأيك نحترمه. يعني انت لسه هالل علينا باعلان بيبسي وسط ما الفلسطينيين بيتم ذبحهم، ولسه النهارده 210 ميتين وذبحوا عشان اسرائيل تحرر 4 رهائن. طيب يا عم، انت عملت ايه برضو لمصر في ال 40 سنة؟ ما سمعناش منك انك عملت اي دونيشن، اي تبرعات، اي مساهمات لاي كوز، لاي هدف، لاي مؤسسة، لاي منظمة خيرية في مصر. او يمكن انت بتعمل في السر او في الخفاء، ما نعرفش. كل ده ماشي يا عم. دلوقتي انت عارف انك نجم كبير ومعروف. من يومين الناس اللي بتجري وراك ورا الحمام عندك حق انك تزعق فيهم. من كام شهر عندك حق في مهندس الصوت مش عارف تقول له ايه. النهارده واحد عايز يعني يتصور معاك سيلفي، رحت رقعته بالقلم. طب يا سيدي، انت عارف ان الناس دي بتحبك وفانز ليك وداي هارد فانز، يعني بيموتوا فيك ومش عارف ايه، ونفسهم يتصوروا معاك وياخدوا لقطة سيلفي. انت بتمر بالظروف دي وبالمواقف دي ليل نهار، تروح تضرب الراجل بالقلم؟ الناس دي اللي اديتك الشهرة والنجاح والمال والحب ما يضربوش بالقلم. عيب. لازم تمسك اعصابك. انا عارف ان الراجل شدك جامد من وسطك ومش عارف ايه، وانت بتغني، وده هو غلطان، والامن كان فين، بس برضه مش ترقعه بالقلم يا عم. يعني بالراحة برضه على الناس دول، بشر وناس محترمة يعني، وبشر برضه من ولاد بلدك ومصريين ومحبينك. فانت ليك عليك مسؤولية برضه للمجتمع. يعني حضرتك ولا بتقطع بيبسي؟ ماشي. ما بتعملش اي تبرعات ولا ما نعرفش؟ ماشي. تنك وقرن؟ معلش. ماشي. بتحط لي حلق في ودنك؟ ماشي. كمان تضرب الراجل بالقلم؟ راجع نفسك يا عم، عشان اسلوبك وطريقتك كده مش مظبوطين. ولازم يبقى عندك يعني سيلف كونسترين، يعني تعرف تحافظ على اعصابك. و الفانز بيحبوك، وانت بتتعرض للمواقف دي كتير، وانت واجبك كبابليك فيجر ومعروف ومشهور انك برضو تمسك اعصابك، وكل تصرف بتعمله بيبقى ايه، محسوب عليك. فانا اتوقع لو انت انسان يعني حاسس انك تماديت في رد فعلك، انك تعتذر للمواطن المصري الفان بتاعك اللي نفسه كان يتصور معاك، تعتذر له على صفعة القلم دي. أعزائي المشاهدين، أي حاجة يعني بنلاحظها أو بنشوفها يعني ما فيهاش، يعني فيها
خروج عن المألوف أو خروج عن الأدب، نحب نلفت نظركم ونظرنا ونظر الناس كلها عليها. الإنسانية مفيش أهم منها وأحسن منها. شكرا لحسن المتابعة، وأسفين على الإطالة عليكم. كل سنة وأنتم طيبين.